ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض شويه عيش بطريقه سهله جدا وما بياخدش وقت خالص في تحضيره، كمان مكوناته جميله جدا ومتوفره عندنا في البيت. العيش جميل جدا وطري وكمان كده منفوخ، كمان عملناه كده على الطاسه. كل العيش قابب كده ومنفوخ وجميل جدا ومفتح كده، بينفع جدا للسندوتشات، طري جدا. كمان هنعمله كده على الطاسه النهارده من غير فرن. طريقته سهلة وجميل جدا ومبياخدش وقت في تحضيره. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض، وياريت اللي بيشوف القناة لأول مرة ولسه مشتركش معانا يشترك عشان القناة تكبر بيكم، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو. عشان نحضر للعيش جبت كده بولة وحطيت فيها كوبايتين من المية وكمان معلقتين من الخميرة و3 معالق من السكر. وانا بضيف الخميرة والسكر يعني اتحذف المقطع، بس انا هنا ضفت 3 معالق من السكر ومعلقتين من الخميرة وكوباية من الدقيق وكمان كوبايتين من المية، وقلبتهم كده مع بعض كويس. وهسيب بقى الخميرة كده تخمر. الخميرة لما بتكتر بتخلي العيش معانا خمر جدا ومفتح، والخطوة دي جميلة جدا واحنا بنحضر العيش. هنا كده كانت معايا الخميرة خمرت وبقت بالشكل ده كده. ضفت عليها كده نص معلقة من الملح وكمان كوباية كده من الزبدة على السمنة. تقدري تضيفي سمنة بس او زبدة بس، ممكن تضيفي سمنة على زيت. هنا بقى بعد ما الخميرة خمر وضفت لها المكونات دي، نزلت كده ب2 كيلو من الدقيق. كل كمية الدقيق اللي معايا كانت 2 كيلو. خدت كوبايتين في الاول ضفتهم كده مع الخميرة والسكر اللي سيبناه مع الخميرة لغاية ما يخمر كده، وضفت بقى 2 كيلو الدقيق بالشكل ده كده. هبدأ بقى اقلبهم مع بعض كده كويس لغاية ما يختلطوا. وهعجن العيش النهاردة بلبن او حليب. هعجن بقى، هزود حليب شويه بشويه كده. كميه السوائل اللي معايا كانت 4 كوبايات. خدت كده كوبايتين الميه اللي ضفناهم في الخميره في الاول وكمان كوبايتين حليب عجنا بيهم العيش. هعجن بقى كده العيش كويس قوي لغايه ما يكون عجينه ناعمه معانا كده وسهله التشكيل بالشكل ده كده. بعد ما عجنتها حوالي 10 دقايق متواصلين كده، هغطيها بقى وهسيبها كده لغايه ما هتخمر. ودي كده معانا شكل العجينه بعد ما خمرت بالشكل ده كده. هاخدها بقى كده، هطلع الهواء اللي فيها والتخمير اللي فيها كمان نطلعه كده. والخطوة دي بتكون جميلة جدا لما يعني بنهبط الخميرة اللي فيها وبترجع تخمر تاني، بيساعد في نجاح العيش جدا. هبدأ بقى اكورها كده لكور صغيرة في حجم البيضة كده او اكبر من البيضة شوية بالشكل ده كده، على حسب حجم العيش اللي انت حباه. ممكن تكبره او كده او تصغر. الحجم ده مناسب جدا وكان جميل معانا قوي، وكان بيقب كده وبينفخ معانا في الطاسه واحنا بنعمله. كل الارغفه كانت قابه معانا وجميله جدا. هنا بقى غطيت العجين او الدقيق اللي معايا كده وسيبته يرتاح شويه، وهبدا بقى كده اخده اشكله. هنا كده تشكيله سهل جدا. هنبدا نفرده بالشكل ده كده، ما بياخدش وقت خالص في فرده. يعني الكميه دي كلها ما خدتش معايا وقت خالص في الفرد. هنفرده واحنا بنفرده كده نحاول ان احنا ما نخليهش رقيق قوي عشان يقب معانا في الطاسه ويكون جميل. يعني السمك بتاعه كده هيكون حوالي سنتي، ولسه هنسيبه يخمر كمان. هنشكل بقى كل الكميه بنفس الشكل ده كده. سهل جدا في التشكيل وما خدش وقت خالص. كمان احنا معانا العجينه واحنا بنعجنها مخلينها طريه كده ولينه، ما كانتش معانا جامده عشان تكون طريه معانا والعيش يكون معانا طري. هنا شكلت كده كميه من العجينه وحطيتهم على صينيه، وكانت الصينيه مفروجه وغطيتها. وهنا بقى كده قعدت على الطبليه وشكلت كل العجين وسبته على الطبليه بالشكل ده وسبته تاني لغايه ما يخمر. خدت بقى كده اول شويه من العيش اللي احنا شكلناه في الاول، وهنبدا كده على الطاسه. نبدا كده ان احنا يعني نسويها على الطاسه بالشكل ده كده. طبعا سخنت الطاسه وبدات احط الرغيف. شايفين الرغيف بينفخ معانا وجميل جدا، ما بياخدش وقت خالص. بنسخن الطاسه وبنحطه كده ونقلبه باستمرار، يعني 10 ثواني بنقلبه على الوجه ده وعلى الوجه ده، بيكون خد معانا لون وبيكون نفخ معانا وقب بالشكل ده كده.
ما بياخدش حوالي نص دقيقة على النار، لان هو حجمه ما هوش كبير، حجمه صغير وما بياخدش وقت خالص على النار. هنسوي بقى كل كمية العيش اللي معانا على الطاسة بالشكل ده كده، ما بياخدش وقت خالص. اول ما بنحط العيش بنسيبه حوالي 10 دقايق على الوجه اللي حطيناه عليه، وبعدين بنقلبه على الوجه التاني ونقلبه مرتين كده، بيقب معانا وبينفخ بالشكل ده كده، وبنطلعه على طول. سهل جدا في تحضيره، وكمان طعمه جميل جدا وريحته حلوه قوي. السمنه والزبده اللي ضفناهم كده عاطين له ريحه حلوه، كمان عاجنينه بلبن، يعني القيمه الغذائيه كمان جميله فيه جدا، مناسب جدا كده للسندوتشات، مناسب ان احنا ناكله مع اي حاجه. سهل جدا، ما بياخدش وقت خالص. شايفين بقى بينفخ ازاي؟ كل ارغفه اللي معاه العيش اللي معايا نفخت بالشكل ده كده، لونه جميل جدا واخد شكل حلو قوي. لو عندك فرن طبعا وحابه تعمليه في الفرن هيكون احلى واسرع كمان، لكن لو ما عندكش الفرن الطاسه موجوده والبوتاجاز موجود هنعمله عليه، وهي هيكون جميل جدا زي اللي بيتعمل في الفرن كمان. شايفين بنفخ ازاي؟ ما بياخدش وقت خالص على النار. كل الكميه بقى هنعملها بنفس الطريقه وبنفس الشكل ده كده. العيش جميل جدا وريحته حلوه كده واحنا بنسويها على النار، ريحته جميله جدا وطري قوي، بيفضل طري معانا حتى لو ما غطيناهوش. يعني انا ما غطيتوش خالص عشان ما يعرقش معانا ويهبط كده، لغايه ما خلصت كل الكميه كده وبدات اصوره تاني بعد ما خلصت كده. سهل جدا في التشكيل. كل الكميه هنعملها بسرعه بالشكل ده كده. لونه جميل جدا وواخد شكل حلو قوي. شايفين بقى العيش بينفخ معانا ازاي؟ كل العيش اللي معانا نفخ بالشكل ده كده. دي بقى كل الكميه اللي معايا عملتها. شايفين العيش طري جدا ومفتح، شايفين مفتح جدا من جوه ازاي، وطري وجميل جدا كمان، ريحته حلوه قوي وطعمه جميل جدا، وكمان سهل جدا في تشكيله وفي تسويته على النار. وصفة سهلة وجميلة جدا، ما خدتش وقت خالص في تحضيرها. بتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.